السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين الغاليين واخواتي وامهاتي وابهاتي وكل الناس الجميلة اللي عندي، يا رب دايما في هنا وخير وسعادة. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنعمل خلطة المحشي المصري الأصيلة، خلطة امي وستي، الخلطة اللي بدون اي افتكاسات. خلطة حلوة جدا وبتطلع كده قمر بطعم وريحة زمان الجميلة يعني. جايبة ورق عنب، ماشي، ده نص كيلو انا اشتريته. ظبطته اليومين دول يا جماعه. ورق العنب البناتي تحفه، هو ده ميعاده بقى بجد. الورقه الصغيره اللي تلاقوها ناعمه وجميله كده، ماشي. ظبطته اهو، سلقته مش عارفه ايه والكلام ده كله، ومعايا كوسه وفلفل وبدنجان برضو. المهم مخبوزات شيماء بتاع زمان. ليه مخبوزات شيماء بتاع زمان؟ ده اسم قناتي. ليه؟ عشان خاطر القناه تبقى فيها جولات وكل حاجه في الريف، فيها وصفات من مطبخي، فيها وصفات قدام الفرن، فيها حاجات كتير قوي. بس هي بتعتمد على المخبوزات، يعني فيها مخبوزات كتير جدا وبطرق سهله جدا جدا جدا. احنا نتحدث عن البساطه. ان شاء الله باذن الله تنوروني لو اول مره تشوفوني كده وتعرفوني وحبتوني وكان في قبول من عند ربنا باذن الله. يلا بقى ندخل على مطبخنا ونعمل الخلطه دي من الالف للياء. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان ورق العنب ده ورق بناتي تحفه 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 تحفه. بصوا اهو الورقه الصغيره اللي هي بتبقى ناعمه دي اهو. هسلقه كده، وبعدين عندي كمان كوسه وعندي بدنجان، هنقعد نقورهم ونعمل احلى خلطه مصريه للمحاشي. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بالخلطه. الخلطه دي خلطه امي، خلطه ستي، يعني دي حاجات قديمه جدا جدا، وهنعملها بالطريقه البدائيه القديمه جدا بتاعتنا. يعني في حاجات كده ما بحبش ايه افتكس فيها. اول حاجه انا حطيت سمنه على زيت حسب الكميه اللي انت هتعمليها. انا النهارده هعمل كيلو رز، ماشي. حطيت معلقتين كبار سمنه وبتاع مثلا ربع كوبايه زيت، يسخنوا على النار. وبعد كده تعالوا هنا، بعد كده 3 بصلات كبار. بصوا كتروا في البصل، في خلطه المحشي بالذات كتروا في البصل على قد ما تقدروا. انا عامله 3 بصلات كبار قوي، وممكن يبقوا 4 كمان، مفيش اي مشكله. نيجي بقى للتوابل بتاعتنا: بابريكا، كزبره ناشفه، كمون، فلفل اسود مكعب مرقه، ملح، ربع معلقه ملح، سكر صغيره. تمام. مش عايزين مكعب المرقه براحتكم خالص، بس كل هي دي التوابل اللي انا بستعملها يعني. عايزين اي اضافات تانية برضو براحتكم. عملت طماطم، هي بصوا الطماطم بتاعتي عامله ازاي. حاولوا ما تحطوش عليها ميه، يعني انا يا دوبك حطيت شويه ميه صغيرين جدا بس عشان يمشوا الخلاط بتاعي، وما فرمتهاش قوي عشان دي طماطم للمحشي وبتبقى حلوه قوي لما تبقى كده. والثوم ده طبعا ناس كتير هتختلف عليه. انا بستعمل الثوم لازم. والله متعوده على كده. انا مش هعرف اعمل محشي من غير توم، فمش عاوزين براحتكم برضو، بس انا بضيف معلقه او بتاع 5 6 فصوص كده. يلا ننزل بقى بالبصل على السمنه والزيت. ما بحمرش البصل بتاعي، يا دوبك بيدبل بس كده وبيبقى شفاف معايا، ماشي، عشان يبقى مسكر كده وجميل. مش بحمر البصل بتاعي، بديله تتبيله كده. بصوا يا جماعه التوم اهو تمام. بصوا نسيت بس اقول لكم على خطوه. انا قرن شطه من ده كده كنت فرماه مع البصل، هو باين اهو في البصلايه، ماشي، براحتكم يعني. هو مش حامي، هو يعني متوسط كده، بس هو بيخلي الخلطه طعمها حلو قوي. عاوزين طبعا تضيفوا شطه، بتحبوا المحشي بتاعكم حامي مفيش اي مشكله. بصوا هشوح بس التوميه كده، هو خلاص دبلت زي ما انا بقول لكم اهو البصلايه. بصوا هشوح بس التوميه كده على السريع، وبعد كده انزل بالطماطم بتاعتي. بصوا خلاص كده تمام. انا نزلت بس بمكعب المرقه هنا عشان يدوب كويس يعني. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي اهو. لو عندك معلقتين صلصه اللي هي معجون الطماطم، يعني الصلصه اللي بتبقى مركزه قوي اللي احنا بنعملها دي، ضيفي كمان معلقه، بس انا ما عنديش، عشان كده ايه مخليه الطماطم بتاعتي سميكه وجميله. هنزل بقى بالتوابل وكل الحاجات اهو زي ما قلت، وهسيبها تتسبك التسبيكه الحلوه، وهطلع عندي بقى ورق عنب وهقور الحاجات، ومجهزه طبعا معايا كزبره وشبت وبقدونس. شوفوا الصلصه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، شايفين؟ في الوقت ده ننزل بالرز بتاعنا اهو تمام.
ونقلب كده تقلبتين. احنا مش عاوزين خلطه بقى ايه صيصه. يعني ايه صيصه؟ يعني فيها ميه كتير، عشان واحنا بنحشي كده انا بحب الخلطه بتاعتي تبقى ايه فيها السوائل كتير يعني. يا دوبك بس الرز هيشرب الصلصه بتاعتنا، وننزل بالخضره اوريها لهم كده. الخضره المشكله هي غسلاها ومنشفاها ومخليها زي الفل، كزبره وشبت وبقدونس. بصوا كده بقى اهو. براحتكم، انتوا عاوزين تحطوا اي حاجه في الحله من تحت براحتكم، بس انا ما بحطش اي حاجه وبيطلع زي العسل. ممكن ليمون بقى على الوش او ليمون تحت او بصل طماطم اللي انتوا عاوزينه. بس بجد يا جماعه من كتر ما ورق العنب مزز ريحته باينه. يعني ريحته باينه من قبل ما من قبل ما نسويه. حلوه قوي بجد. خلصنا الحمد لله على خير. بصوا النص كيلو واتبقى كده كمان، شايفين؟ هعينهم في التلاجة مش هرميهم يعني اهو. وعملت ده، هنسويهم بقى كده وان شاء الله باذن الله تاكلوا احلى محشي. بصوا يا جماعه، نبدا بقى ننزل بالشوربه بتاعتنا زي ما انتوا عاوزين بقى، الشوربه اللي تعجبكم اسقوا بيها المحشي. تمام. مهم. بصوا بقى كده اهو. بس حلوه قوي الشوربه بتاعتنا. اول ما يغلي على طول هنبدا نهدي النار عليه. بصوا بقى شويه ورق عنب، عايزه اقول لكم طعمهم رهيب بجد. بصوا الجمال وشويه الكوسه والبدنجان كمان طالعين. بصوا السوا بتاعهم ومحافظين على لونهم الاخضر التحفه ده. بصوا بجد تحفه يا جماعه بجد. تعالوا بقى كلوا واعملوا لنا ايه، اعملوا لنا لايك حلو كده.